السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحة وبخير وبسعادة دايما يا رب. يا رب يطرح يومنا يكون مليان بالبركة والرزق وراحة البال، امين يا رب العالمين. طبعا بقى النهاردة يومي، بصوا النهاردة يوم طويل. في كل حاجة هنعمل كل حاجة مع بعضينا يومي كاملا. طبعا بقى اول حاجه كده فطرت وقلت لازم اشرب كوبايه القهوه، طبعا ده اساسي معايا كوبايه القهوه دي يوميا، والله ساعات مرتين في اليوم كمان. طبعا بقى على الغسيل حطيت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه افضل الصلاه والسلام عليه كلوركس الوان. طبعا حطيته وحطيت اوكسي. انا بحط الكيس كده عشان لو في فواضل ولا اي حاجه بايه بتنزل في الميه، واحط ايه الاوكسي زي ما انتم شايفين كده. طبعا دوت انا بغسله كده. في ناس الله اعلم بقى بيستعملوه ولا لا، بس الكلوركس الوان دوت تحفه جدا جدا جدا، جميل جدا يا جماعه، جربوه هيعجبكم جدا وانتوا غني عن التعريف. بس كده طبعا زي ما انت شايفه كده الدنيا زي الفل. غسلت بقى كده ولميت دنيتي، وكان اليوم كان مليان بركة بصراحة، وكان مليان خير الحمد لله، وكان عندي نشاط ان انا اقوم اعمل كل اللي ورايا، واقول يا رب اديني الصحة، يا رب اقف معايا، يا رب قويني. بصي طول ما انتي واقفة استغفري استغفري كتير كتير كتير. ربنا كبير والله العظيم 3، طول ما الذكر في بقك على طول وانت واقفة والاستغفار والكلام ده كله، هتلاقي نفسك بتخلصي في حاجتك في ثانية الا ثانية، والله العظيم مش هتحسي بحاجة ولا تحسي بتعب ولا تحسي بأي حاجة. طبعا بقى حبيبة قلبي لمينا بقى غسلنا ورحنا خلصنا الدنيا كده وزي الفل وزي العشرة برضك زي العشرة طبعا بقى ومنى بصراحة برضو كانت بتعمل معايا. منى كانت واقفة، هي اللي مطلعة الغسيل بصراحة، وهي وقفت معايا برضو ايديها بايدي في كل شيء. تمام تمام كده. بص بقى انا دلوقتي انا طالعه لكم اهوت في اوضه النوم، الستاره بتاعتي وقعت والحمد لله. طبعا عندي بصي غسلنا، وفي نفس الوقت كمية جبل هدوم زي ما انت شايفة كده. برضك طلعته يا دوبك، شلت من اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، شلت طبعا من كمان اسمه ايه دوت المنشر طبعا، ورحت غسل ورحت برضك طبقته كده زي ما انت شايفه، ويا دوبك يعني شفت شلت من المنشر وهحط على المنشر. والله العظيم يا جماعة الغسيل دوت حاجة صعبة جدا، ما بقتش عارفة يخلص امتى دوت، ولا ايه دنيته دوت، ولا هنخلص امتى يا جماعة. شفتي جبل هدوم، وانا كل يومين ممكن كل يومين اغسل، بس بغسل يعتبر براكونتين، فاهمة ازاي؟ فبصراحة لا بهدلة يعني بهدلة يعني. كمان بالذات لما يكون عندك عيلك كل يوم بيغير يجي مرتين 3 في اليوم. انا عندي توتة تخش الحمام تقول انا داخله الحمام يا ماما، اقول لها ماشي خش، تخش الحمام تلعب لي بقى في الحوض، تفتحي الحنفيه وتحط ايديها تحت الحنفيه كده بهدومها وكده وعادي، وتطلع الاقيها غرقانه ميه، هوب غير الهدوم كلها، والله بتغير بالمرتين 3 في اليوم. البيت فعلا تعباني خالص من حكايه الميه دي خالص، حتى هي كمان يا عيني تعبانه. فالحمد لله، وبقول يا رب قويها ويحوش عنها يا رب، ويخليهم ليا، وانا عادي مش فارق معايا حتى لو هغيرهم 100 مرة في اليوم، مش مشكلة. اهم حاجة ربنا يخليهم لي يا رب ويحوش عنهم. وطبعا احنا صحتنا لمين؟ ما صحتنا لعيالنا. يبهدلوا واحنا نعمل مش مشكلة. يخليهم لنا مش مشكلة، بنتعصب، بنتشنك، بنصوت، كل حاجة ما فيش حد، ما فيش كده، ما فيش بيت مصري ما فيش زعيق، وما فيش اني بس يا زفتة بس يا نيلة ما فيش الكلام ده كله. في كل البيوت فيها كده، في وجع قلب مع العيال 24 ساعة، والله لحد ما بصحى لحد ما بنام بقعد اصوت لهم.
فمفيش خالص الكلام اللي يقول لك لا مفيش زعيق، مفيش الكلام ده، لا 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 لا, احنا في الطبيعي، بيت مصريين طبيعيين عاديين خالص، صوت والزعيق. يعني شايفه مايه طلع لي من الدولاب، قولي لي دي اتعامل معاها ازاي؟ وقفت الناحيه التانية علشان خاطر واقفين ورا بيخشوا لي جوه الدولاب. فروحت انا بقى جت لفيت بقى من الناحيه التانية، قلت لا انا هطبق على الناحيه التانية علشان خاطر اي محدش يخش. وبقيت كل ما اطبق زي ما انت شايفه كده، بس يا بنتي يا بنتي اطلعي من الدولاب يا بنتي تعالي هنا. بصي يعني حتى وانا بخلص والله العظيم بتروقي حته وتيجي عقبال ما تروقي الحته ديت وتروحي حته تانية تكوني الحته اللي انت روقتيها اصلا اتبهدلت. ف 24 ساعه صوت. اسكتي يا شيخه الواحد تعب. طبعا بقى حبيبه قلبي خلصت كده، وبقول لكل حد كده كتب لي تعليق حلو: تسلمي لي يا قمر، تسلمي لي تسلمي لي تسلمي لي، ربنا يديك الصحه ويرزقك من واسع. زي ما انت بتكبري بخاطر ربنا يكبر بخاطرنا كلنا حبيبه قلبي. طبعا بقى انا عايزه الكلام الجميل دوت اللي بيشجعني ان انا انزل، والله العظيم بيشجعني جدا جدا ان انا انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر. بص حبيبه قلبي كده، دي ملايتين اطفال. طبعا لميت كل حاجة في الملايتين مع بعضيهم والكيس والخدادية، سبت بس اللي هي الخدادية الصغيرة علشان خاطر احط فيها زي ما انتوا واخدين ان انا بطبق كده في الهدوم. طبعا انا بلم دنيتي كده واحطهم في كيس واروح بقى لفة حلوة كده زي ما انت شايفة علشان ما ياخدش معايا مكان نهائي في الدولاب. طبعا انا وريتها لكم اكتر من مرة. تمام. والفوطة بتاعتي بحب اعملها بالطريقة دي كده، هو بتبقى مديه منظر حلو ومش واخده مكان وكل حاجه زي الفل زي ما انت شايفه كده. بس والدفايه برضك هتلاقيني برضك لفتها لفه حلوه ومش هتاخد برضك مكان معاكي في الدولاب نهائي زي ما انت شايفه كده يا ست الكل. طبعا بقى مش عارفه بصراحه ابدا لكم منين. يعني انا عايزه اقول لكم في ناس كتير قوي بتتدخل في اللي ملهاش فيه، وفي طبعا ناس حاطه عينيها عليكي. معرفش ليه، يعني انا مش عارفه ليه الناس اللي حاطه مراخيرها عندنا ديت ايه دنيتها، ما تعرفيش برضك ليه. وكل اللي بقوله ربنا موجود وبيخلص، ربنا موجود يا حبايب قلبي. وما تدعيش على حد، قولي يا رب سلمت امري ليك، يا رب انت اللي عالم باللي جوايا، انت اللي عالم باللي بيحصل لي. يعني بصي مفيش اكتر من تقولي يا رب وكلت امري ليك يا رب، بس سلمتها لربنا كل حاجة. شوفي انتي بقى لما تسلميها لربنا وما ترديش على حد ولا تتكلمي كلمة وحشة تزعلي بيها حد ولا تفرق معاكي شيء. بصي بقى كده انا كده بصي بقولك يا لهوتي يبص اللي بيقولك يا لهوتي يا خراشي هو ده البهدله. شفتي البهدله اللي احنا فيها؟ ما وراناش غير الترويق 24 ساعه. فحبيت والله اتكلم معاكم في المبدأ دوت، ما ترديش على حد. ياما الناس بتلقح على التاني. بص انا بكلمكم بالمصري بقى، ياما كتير جدا بيلقحوا على بعض. ياما والله العظيم ساعات ببقى سامعه وبنفض. لا دي مش ضعف مني، لا انا لساني انا مش عايزه اقول لكم لكن انا بتكلم ان انتي طول ما انتي ساكته بتولعي اللي قدامك. يعني فاهماني ازاي؟ ولعي اللي قدامك. فانتي اسكتي وقولي سلمت امري ليك يا رب، وبصي واضحكي وزقطتي. واحنا كلنا ستات امارات وجمال جدا جدا جدا، مفيش حد فينا وحش، كلنا زي الفل و10 على 10. الحمد لله قلتها صح المرة دي، هو مش قشطة على 10 ها. فطبعا بقى فانا حبيت اقول لكم بجد ما تشغلوش بكلام الناس، كلام الناس ولا بيقدم ولا بيأخر بمعنى الكلمة. يعني اللي قالها في اغنية ده عنده حق والله. كلام الناس فعلا ما ولا بيقدم ولا بيأخر ولا يهمنا بشيء ولا نحط حاجة في دماغنا. خلينا كده نشوف مسؤوليتنا. احنا ملناش غير عيالنا وبيتنا وحبايبنا اللي بيكبروا بينا بخاطرنا، اللي بيقولوا لنا كلمة حلوة، اللي خايفين على مصلحتنا، كل ده. لكن انت هتشغلي دماغك ليه يا ست الكل وتتعبي ليه وتزعلي ليه؟ احنا ما عندناش كده. ويا رب يا رب يجعلنا كلنا من الصابرين، يجعلنا كده دايما كويسين وحلوين وشطار في كل حاجة. الحمد لله يا رب. بصي بقى بعد ما خلصت فبقولك بصي بقى خلصت اهوت،
واعملي لي لايك وما تنسيش. دلوقتي بقى دخلت المطبخ، انا عارفه ان انا رغايه كتير، حقكم عليا، بس حبيت اتكلم معاكم يا حبايب قلبي لاني بجد بحب كلامكم القمر. فطبعا بقى بصي، هعمل شويه باميه. هحط هنا البصلايه زي الفل ومية مية. ما طبعا بمعلقه زيت، بحبه زيت ومعلقه سمنه. فطبعا حطيت بقى معلقه سمنه هنا زي السكر وزي العسل، ورحت عاملاها قرداحي، والله العظيم 3 طلعه ولا اكنك عاملاها بلحمه، زي السكر وعسل عسل عسل كده. طبعا عملت البصلايه وحطيت حته توميه برضو، ورحت كمان حطيت الصلصه زي ما انت شايفه كده، وقلب قلب يا معلم زي ما انت شايفه كده. بس كده. فطبعا بقى هحط التوابل. هحط ايه التوابل بقى؟ ماجي، فلفل اسود، كمون، بهارات، ورق لوري، حبهان مطحون، قشطه كده قشطه. بس كده. وهقلبهم كويس جدا، وهروح سايباهم بقى يتسبكوا مع نفسيهم. خش بقى بعد ما اخلص زيتوت كده هغطيها بقى واسيبها. فهروح بقى عامله شويه رز بشعريه، قشطه قشطه. حطيت هنا حبه زيت، وكمان احط بقى الشعريه كده واقلب كويس جدا كده لحد ما تدينا اللون الذهبي القمر. وكمان قلب 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 كده يا ماما، قلبي قلبنا. هحط كده، كنت نسيت احط معلقه سمنه بس هحطها دلوقتي. وحطيت اهي معلقه سمنه، وقلب قلب قلب لحد ما تحمر وتبقى شكلها لذيذ وقمر زي ما انت شايفه كده. طبعا بقى حبيبه قلبي، عايزه طبعا الرز بتاعك لو رزك بيطلع معجن، لا بصي الخطوه اللي انا هقولك عليها دلوقتي. انزلي بالشعريه كده وانزلي عليهم بشويه الرز وقلبي شويه بصوت، يعني بصي اقعدي قلبي شويه، احنا ورانا ايه؟ كده كده الطبيخ هيخلص، كده كده الاكل هيخلص، كده كده هياكلوا، كده كده هنغسل المواعين تاني. يعني مش رايحين في حته. قلبي كده كويس حبه بحبه كده، يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال زي ما انت شايفه. وبعد كده حطي بقى الميه بقى شوربه اللي انت عايزاه، وهحطي عليهم شويه ملح وسكر 10. بصي يا جماله يا جماله. بس قلبيه شويه، شوحيه شويه مع الشعريه على النار كده، شوحيه، فضلي هاتي يمين وشمال ومش عارفه ايه، هتلاقيه طالع معاكي مفلفل وزي القمر. بس كده. وهروح بقى معايره طبعا الشوربه او الميه اللي انت هتحطيها وشويه الملح والدنيا تمام، وروح مغطياه وسايباه يغلي. وبعد كده بعد ما يغلي هوطي النار عليه علشان بقى يتشرب براحته، قشطه قشطه. طبعا بقى مطرح بقى الهليله دي كلها، شفتي بشوف بقى التسبيكه لقيتها مية مية وسكر حلوه قوي. هنزل بقى على طول بالباميه. بصي يا باميتك يا ماما. طبعا انا بجيب اكياس، في ناس هتقولي طب ما تجيبي سايب. بصي انا بنقي اللي انجز معايا، وفي نفس الوقت انا ساعات ببقى نازله وبجيب الاكياس دي بحطها في الفريزر، فبتنفعني في وقت مثلا ايه مش قادره انزل مش قادره اعمل حاجه، واروح مطلعاها من الفريزر، لان انا من النوع اللي انا من عشاق التخزين. لان انا اصلا امي ربنا يديها الصحه هي من عشاق ان هي تحب الحاجه في بيتها. احنا طالعين زيها، احنا 4 بنات وطالعين زيها في كل حاجة. يعني شيلوا الحاجة وشيلي يا بنتي، ما تقعديش تهطري في الحاجة. مثلا هاتي حاجتك من السوق ولازم تكون بزيادة عشان خاطر تشيلي في الفريزر، ما تعلميش الدنيا ايه جاية معاكي. افرضي يا بنتي تعبتي في يوم مش قادرة تعملي حاجة، افرضي لا قدر الله ما معكيش، هتلاقي بردك وهتلاقي خزينك في التلاجة وهتطلعي وتعملي. بصراحة يعني دي نصيحة امي لينا، اصلا لينا انا واخواتي كلهم يعني. فبصراحة فمشي انا بالمبدأ ده. فبصراحة الحاجة لما تبقى عندي فعلا بحس ان انا كده مالكة الدنيا كلها، يعني الحمد لله عندي خير ربنا، وفي نفس الوقت ببقى قاعدة مش قلقانة من حاجة. فاهماني ازاي؟ طبعا بقى بعد ما خلصت اهوت غرفت كده البامية، يا سلام يا سلام، وشوية رز وشوية ليمون على شوية قرنين فلفل مقليين،
وشوية مخلل، و10 على 10. اهم حاجة بقى متنسينيش في لايك حلو منك كده تشجعيني بيه، والاشتراك في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يا حبيبة قلبي. اللهم صل وسلم على سيدنا يا محمد. وكمان ما تنسيش في كومنت قمر يا حبيبتي.